السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة كده، ونعمل مع بعض حاجة، يعني حاجة سكر كده بجد. إيه كلنا بنحبها. إيه في ناس مش بتحبها، بس الأغلبية العظمى. معرفش حد يقول لي انا ما باكلش الفسيخ. هنعمل الفسيخ بقى البيتي بطريقة سهلة وبسيطة ونظيفة. وأول مرة بتعملي فسيخ ان شاء الله هتنجح معاكم. وهندخل مع الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه حبايبي، الفسيخ أكلة حلوة. هو مش فسيخ ميت ولا حاجة. لا، هو الفسيخ مستوي في الملح. يعني الفسيخ دي أكلة قديمة قوي، كل الناس بتحبها. واحنا عارفينها بإيه؟ بيوم في شم النسيم. بس انت لو حابة تعمليه طول السنة بيتعمل عادي وبيبقى زي الفل. انا عملته فتحته معاكم. هندخل بقى على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى البوري بتاعنا ده. بوري، في سمك بوري بيبقى اللي هو اسمه بوري. وفي سمك بيبقى شكل البوري كده بس اسمه طبار. لا، السمك اللي يتفسخ الفسيخ بتقول للراجل كده انا عايزه بوري اعمله فسيخ. هو هيقول لك السمكه دي هتنفع فسيخ او لا. لو عنده ضمير يعني. انما في ناس ما عندهاش ضمير بيديكوا اي بوري ويقول لك لا، هتعرفوا شكله ازاي؟ تكون الفسيخه بتكون بتلمع كده، الراس الفسيخه بتاعتها، ويكون الراس بتاعتها من ورا عريضه. عشان في ناس ممكن تديك، انما الطبار ده بيبقى الراس بتاعته صغيره، راس السمكه نفسها بتبقى صغيره، انما البوري بتبقى راسه كبيره كده. وبقى تمسكيه بقى تغسليه بقى غسيل نظيف. وتقومي رايحه بقى حاطاه في المصفى كده وتسيبيه وتسيبيه ينشف. بس عايزه اقول لك بقى، لو واصله لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناه، يا ريت تشتركي لي في القناه كده وتحطي لي لايك للفيديو، يشجعني ان انا اكمل. ونقول يا مسهل الحال. والقناه كده تتفعل بقى باذن الله. نفسي افعلها بقى على السنه الجديده، بس انا لسه قدامي كتير 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 قوي. فيا ريت كده يا حبايبي كده تشجعوني وتشوفوا لي الفيديو كده كله او نصه حتى، عشان خاطر اقدر اجمع منه الساعات. غسلت بقى البوري بتاعنا زي ما انتوا شفتوا كده. وهجيب بقى انا عايزه اصفي الميه اللي فيه كلها. انا سبته في المصفى اللي انا بطلعه منها دي. سبته في المصفى ديت شويه كده على الحوض لما نشف شويه، وبعدين قمت جايبه بقى المصافي بتاعتي ديت وحطيتها. طب ما عندكيش مصافي زي دي، هتجيبي ازازه كده، ازازه ميه، وتقومي رايحه فتحاها من فوق كده يعني مخرماها كده من تحت، وتحطيها برضو على الحوض ولا على اي حاجه، وتوقفي فيه السمك بتاعك. انا عايزه الميه كلها تنزل منه. هتشوفي دلوقتي الميه دي هي اللي بتفسده، وهي اللي بتخلي ريحته مش حلوه. يعني انما انت طول ما انت عاملاه بنظافه ومصفيه الميه بقى اللي هي الدم اللي فيها دي كله. هي السمكه زي ما تكون كانت صاحيه ولا ما كانتش عايزه تقف. فانا لا، ده انت على مين؟ ده انا ثبتها بقى كده ووقفتها وفضلت واقفه كده. ايوه بالظبط كده، فضلت واقفه. انا بقى حطيتهم في المصافي كده وقمت رايحه مغطيها. الكميه السمك اللي انت عايزه تعملي جربي في 3 فسخات. انا اول ما بدات اعمله خالص كنت جربت في فسختين اتنين. بقول تجربي في فسختين اتنين، تجربي في 3، اي عدد انت عايزاه اعمليه. شوفوا بقى، او صف ده كده المرحله الاولى. بعد ما صفى بقى سبته حوالي عن ساعتين كده. صفى بقى الميه دي وقام وقمت غسلتها وكبتها وعملتها ومسحت بقى الطبق بتاعي دوت وجبته تاني. هجيب بقى السمك بتاعي وهجيب بقى مناديل. دي المرحله التانية بقى، لسه برضو احنا كده انا سبته حوالي عن 12 ساعه، من 10 ل 12 ساعه. في المراحل اللي انا كنت بوريها لكم دي. اي نقطه ميه بقى بشيلها وبغسل المصفى وبجيبها وبرجع استعملها تاني. هجيب بقى المناديل بتاعتي واحشر بقى في راس السمكه كده. هحط المناديل دي تسحب لي برضو اي نقطه دم لسه كانت موجوده وما نزلتش. عشان خاطر الميه دي اهم مرحله، ان كنتوا تنشفوه حلو قوي والسمكه تنشف معاكم حلو قوي قوي قوي. وبعد كده ندخل على مرحله مرحله. جبت بقى السمك بتاعي كده وهبدا بقى احط في الراس بتاعته، احشره كده بالسمك. انا جبت السمك كان جالي الصبح. انا عملته وفسخته بقى وقفلت عليه بالليل. يعني قعدت حوالي عن 12 ولا 13 ساعة بالوضع ده. حطيت بقى الخياشيم بتاعته كده فيها مناديل زي ما انتم شايفين. وسبتها بقى براحتها خالص حوالي عن ساعتين 3 كده. ورجعت بقى اللي هرجع المرحلة التانية هوريها لكم انتوا معايا في الفيديو اهو.
صلاتوا بقى بينا على النبي، صلوا على النبي كده في التعليقات كتير، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا ريت بقى يا حبايبي اللايك اللي يشجعني ويخلي الناس كلها تشوف الفيديو ويستفيدوا منه. انا والله بحاول ان انا اقدم اي حاجه بس يعني فيها افاده، ما بطلعش باي فيديو وخلاص، وما بطلعش الا لما بكون مجربه الحاجه مره واتنين وتلاته، عشان اللي يجربها بعدي تكون الحاجه معاه مضمونه يعني. انا بقى جبت بقى كده بقى انا بوريكم، انا حطيته كده وغطيت عليه وسبته بقى بالغطا ده. لازم تغطي عليه يعني ما توصلوش اي حشره، ما توصلوش اي حاجه. غطي عليه كده في مطبخك، على ترابيزه، في اي حته. ويا سلام بقى لو في مروحه تشغليها تنشف معاكي اكتر. بس احنا بقى ايه في البرد، فمش يعني الجو برد اصلا، فنشف معايا اسرع. كده بقى بعد ما ايه ما حوالي برضو عن ساعتين ثلاثه تانيين، جبت بقى السمكه بتاعتي وبدات بقى ايه اكسر يعني العظمه اتك عليها كده. هي السمكه نشفت وكل حاجه، بالراحه بقى خالص كده عشان بطنه ما تنفجرش. هقوم رايحه ايه اعمل له بقى ايه تدليك كده او مساج، اجري اللحم بقى في كده، واكسر العظميه اللي ورا دي. احاول على قد ما اقدر ايه ان انا اضغط عليها كده من ورا لما تتكسر. جبت بقى تاني، دي المرحله بقى التانية اهي. شلت المناديل اللي هي ملهاش لازمه دي، وجبت بقى السمك كده وهحطه بقى. جبت قماشه نظيفه وهشيل المناديل دي واحط مناديل تانية، والله يستهلك معايا بكرة مناديل كاملة والله، بس عشان خاطر اضمن برضو نظافته. السمك مش غالي، مش رخيص يعني، والملح والحاجات دي كلها، فانا لازم اضمن نظافته وايه واعمله صح عشان خاطر ابقى ضمناه كده. فجبت بقى ما استخسرتش فيه يعني بكرة المناديل صراحة. فدي مناديل المطبخ العاديه. جبت بقى قطعته كده بقى وبدات احط ايه المناديل بقى النظيفه، وسبته بقى على القماشه ديت وهو عدل بقى من غير ما يكون واقف ولا حاجه. وغطيت عليه برده وسبته بقى. في الوقت ده انا شغلت عليه المروحه، خدته كده عندي في الصاله لان انا ما عنديش مروحه في المطبخ. جبت بقى خدته بقى كده في الصاله، وقمت رايحه بقى ايه حطاه زي ما انا حطاه كده، وقمت رايحه ايه حطاه تحت المروحه وانا قاعده قدام منه كده. وبعد كده بقى غطيته، بقى طفيت عليه بقى المروحه وغطيته، وقمت رايحه سبته برضو حوالي عن ساعتين ثلاثه تانيين. وبعد كده بدات ايه ان انا املحه بقى. بس كده سبت دي كده، دي كلها في خلال ال 12 ساعة. كل كام ساعة كده اروح افتح واعمله زي ما بعمل، زي ما انتوا شفتوا كده. اول مرة صفيت الدم اللي نزل منه خالص، تاني مرة حطيت فيه المناديل وسبته برضو يتصفى تاني، تالت مرة شلت المناديل دي وحطيت مناديل تانية نظيفة، وقمت راح حطاه على صينية كده وحطيته تحت المروحة. بس كده بقى بعد ما نشف الحمد لله يعني. هبدأ بقى اطلع المناديل بتاعتي بقى، دي المرة التانية اهو. بعد ما انا حطيت المناديل الاولانية وشلتها، حطيت فيه مناديل تانية وفرشته بقى ايه عليه اللي تحت الملاية دي، وحطيته بقى تحت المروحة شوية لغاية ما السمكة تنشف خالص خالص خالص. ونبدأ بقى ايه نملحه. هنملحه بايه يا حبايبي؟ انا معايا الملح الخشن ده، ومعايا كركم، ومعايا شطة وحبهان وورق لوري. كل الحاجات الإضافية اللي فوق الملح دي عشان خاطر مواد حافظة. طيب هنقول احنا ليه بنجيبه من المحلات بيبقى لونه أبيض، ما بيبقاش فيه كركم ولا بيبقى مصفر ولا كده. حبايبي بتوع الفسيخ بيحطوا الفسيخ بتاعهم في براميل كبيرة بتبقى خشب، وفي براميل بتبقى مجلفنة، فهي حافظة نفسها بنفسها. وبيعملوا كميات كبيرة وبيحطوا عليه تقالة الملح ديت وبيقفلوه وبيحكموا عليه حكمة تمام، مش زينا يعني. احنا هنحطه في اكياس وهنقفله وهنعمل كل احتياطاتنا وكل حاجة، بس نعمل احتياط اكتر ان احنا نعمل ايه، نحط بقى الحاجات اللي تديله الحفظ بتاعه، ويبقى لونه كده حلو، ويبقى سهل معاك انا بسيط كده زي ما انتم شايفين، بحاجات بسيطة كده تحافظي على حاجتك. السمك يا حبايبي غالي، السمك مش رخيص، السمك غالي والحاجة غالية. فاحنا لازم عشان خاطر هنعمل بقى حاجة زي دي في البيت لازم يبقى نضيف. بس هو احنا بنعمله السمك غالي وكل حاجة، بس مش زي سعر الفسيخ بره. كيلو الفسيخ دلوقتي، كيلو الفسيخ بره انت ب8 كيلو بتعملي 2 كيلو، بتعملي 2 كيلو فسيخ. يعني الكيلو الفسيخ مثلا ب200 جنيه، احنا جايبين البوري ده الكيلو فيه ب100 جنيه. الكيلو فيه جبنا 2 كيلو ب200 جنيه، كيلو الفسيخ ب200 جنيه. يعني بسعر
كيلو فسيخ، عملت 2 كيلو فسيخ في بيتك بنظافة وضامنة غسيل السمك بتاعك وكل حاجة. وزي ما بقولك كده، لو اول مرة بتعملي فسيخ ان شاء الله بالطريقة السهلة البسيطة دي يا رب تجربوه كده ويعجبكم، وتجيبوا السمكية الصح وتختاروها الصح، هيطلع معاكم زي الفل. عايزين بقى تعملوه في شم النسيم، عايزين نعمله بقى في نص رمضان كده، وفي ناس بتحب تاكله في العيد في نص رمضان كده، تجيبي برضو البوري وتعمليه وتفتحي عليه في العيد، هيبقى حلو قوي. انا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بقى ارص بقى في الكيس بتاعي واقفله تمام. جبت بقى نص كوباية الزيت بتاعتي دي، حطيت شوية كده مع الملح، والنص التاني هحطه على وش الفسيخ. انا فتحت عليه بعد قد ايه؟ فتحت عليه بعد حوالي 16 يوم. بس انا بعتذر لكم، انا اسفه جدا جدا جدا. انا اليوم اللي انا فتحته عليه في اليوم ده احنا ما كلناهوش فيه، لان عندي ظروف كده في البيت، شويه تعب كده وبتاع، فما عرفناش ناكله طبعا في اليوم ده. بس احنا كنت جبته وعملته فهم تعبوا، فما عرفناش ناكله في نفس اليوم. فانا لازم افتح عليه عشان خاطر ما يحدقش بزياده، او ان انا مثلا اسيبه اكتر من كده يطيري او كده. انا قمت رايحه وفتحت عليه، وبعد ما فتحته فتحت واحده بس معاكم عشان اوريهولكم قد ايه هو مستوي ونضيف وحلو زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. وقمت رايحه بقى حطوا عليه والباقي كيسته وحطيته في الفريزر. وقت ان شاء الله ما هطلعه باذن الله باذن الله، وهاجي اقدمه يوم اللي هناكله فيه، هقدمه معاكم في يوم روتين عادي. هقدمه معاكم كاني بقدم الغدا بتاعنا يعني. تمام. بس اعذروني، انا اسفه جدا 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 ان انا ما فتحتوش كله او ما قدمتوش بطريقه احسن، ان انا احط جنبه ليمون او كده، للظروف اللي كانت عندي في البيت. بس بدات بقى الفه يا حبايبي كده، جبت الاسترتش اللي طلع روحي ده عشان خاطر افتحه بجد والله. بس فتحته وظبطته، عملته مره بالطول ومره بالعرض. مره بالطول انا بقيت والله افصل الفيديو واطلع، شفته بيلفوا بقى على بعضه كده، يعني ما تفهميش كان ماله كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدأ بقى الفه تلفه تمام كده لغايه ما ما ظبطه. بجد والله طلع روحي قوي قوي يعني اهو. هبدأ بقى الفه لفه يمين ولفه شمال، لفه يمين ولفه شمال، لغايه ما محكومه جامد. وهجيب بقى كميه اكياس، كل الاكياس اللي كانت عندي في البيت. طبعا انا بشيل الاكياس البيضه النظيفه، بحتاجها الف فيها حاجه، لو جالي فراخ ولا كلام من ده احط فيها، فما بتبقاش وحشه خالص، بتبقى نظيفه وجميله. بمسحها واظبطها وبعينها على للحاجات اللي زي دي. هجيب بقى الاكياس كده واحط بقى كيس جوه كيس. لو اقول لكم عدد الاكياس اللي انا حطيتها، انا من كترها انا نسيت. بس يعني المفيد يعني والمهم ان انا حطيت اكياس كتير جدا جدا يعني، او كل الاكياس دي لمته فيها. وجبت بقى في الاخر كيسه بقى تكون تخينه جامد كده، وبدات بقى الفه بقى كده واعقده بقى كده جامد. مفيش بقى، واطلع الهواء، اهم حاجه تطلع الهواء. بصوا، عايزاكم بقى يعني تدفنوه دفنه تمام يعني اهو، زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى كيس جوه كيس في الاخر خالص بقى. لازم كيسه غامقه، دي كيسه سمرة كده، هي مش بتاعه زباله ولا حاجه، هي كيسه شنطه يعني زي الشنط بالظبط كده. فهي لازم تكون كيسه غامقه كده. وهجيب بقى عندي العلبه الكبيره دي كانت بتاعه امي الله يرحمها، كانت بتعمل لنا برضو فيها الفسيخ وكده، كانت جايباها مخصوص للفسيخ يعني. او اللي هي علب الخزين دي اللي بنخزن فيها الرز والدقيق والحاجات دي. عندي بقى علبه كبيره كده هحطها فيها وهقفل عليها كمان. يعني دي علبة من اللي هي بتبقى محكمة الغلق دي، اللي بتتقفل من الجنبين. هحط عليها وهحط عليه بقى تقل. انا مليت ازازة مية كده، ازاز، وحطيته عليه كتقل، يعني كتقل جواها كده. بس هنفتح عليه بعد قد ايه؟ بعد 16 يوم يا حبايبي، 16 يوم هتشوفوا بقى وده يا حبايبي بقى بعد ما طلع. فتحت بقى عليه اهوت، انا زي الفل والله. انا ما رضيتش بقى ان انا اجيب وانا بفتح الاكياس وكده، لان يعني زي ما انتم شايفين انا كنت حاطه اكياس كتيره جدا. فالاكياس يعني كانت معذباني شويه. فانا بقى فتحت عليه كده وبدات بقى اخلي الفسيخ واوريه لكم. انا فتحت دي بس عشان خاطر والله اوريها لكم، والباقي بقى حطيته في كيس. لا رضيت بقى اشطفه ولا اعمل فيه اي حاجه، غير ان انا حطيته بقى لفيته كده زي ما هو كده في كيس في كيس، عشان لو انت شطفتيه او فتحتيه او كده هيبوظ. انما لا، سيبيه زي ما هو كده، فسيخته زي ما هي. ده الفيديو بتاع النهارده يا حبايبي، الفسيخ بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله يعجبكم. واعذروني على طول الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.